يا جدعان عيب كده والاله، انا زلمه محترم، انتوا خاطفيني ليه؟ اسكتوا ليه؟ احنا عصابة ايش خاوي نخطف اي حد مش سوري. معقول الاسطى شوقي الدمياطي. روح افتح النور يا اخويا واعمل لي فيها اللهو الخفي. انا قلت لك قبل كده ابو ايد السوري ده راجل مدقرم من كتر اكل التوميه. انتوا خاطفيني ليه يا رجال؟ والله ما يصير هيك يا شوقي بيك، لا تربطني هيك. انت تبقبق لي زي الفراخ اللي بتحطها على السيخ بتاع الشاورما ولا ايه؟ انت يا جدع انت جات لنا اخبار مفاجاه من مصدر موثوق فيه انك عاوز تسيب البلد وتخلع. يا بالشو نرجع نعمر بلدنا، احنا تقلنا عليكم برشا. تقلتوا برشا؟ يا عم انت سوري ولا تونسي ولا ايه؟ حيرتني معاك برشا. عاوز تسيبنا وتمشي بعد ما خدنا على الشاورما القشخه بتاعتك؟ ولا التومية يخرب بيت ابوها بتتزفلط زي الزبادي. يا شباب والله ما يصير هيك، لازم ارجع بلدي مشان الاولاد. اما هنا بلدك برضه ابو اياد، ولو على العيال نشوف دلوقتي قاعد حضاني يشخك دوت نظبط له الدنيا فيه. بس الايجار هون كتير عليا برشا. بنت يا سندس كلم امي كلها تفضي عيشة الفراخ اللي على السطح. ابو اياد وجماعته هيسكنوا فيه. اصل انا هفهمك يا ابا الشوق، انا عندي حصوه على الكلى وما برتاحش الا في بلدي. يا عم لو على حصوة امرها سهل، هننزل عند ابو حبان العطار هنجيب لك شويه شعير ونغلو لك مع ورق لوري ونعصر لك عليه زيتوني وتاخدوا حقنه شرجيه، هتلاقي الحصوه نزلت على طول. معلش يا ابا الشوق، انا ما برتاحش الا في بلدي، سيبني على راحتي. يا جدع بقى ما تزعلنيش. طب بص انا هجيب لك النهي، اكلم لك حماتي. استلقى وعدك بقى. حماتي اهو معاك اهو. لا ولسه عايز يمشي برضه. راح فين يا ابو اياد؟ استهدى بالله قوم اعمل لي رغيف شاورما سوري وكتر التوميه. على عيني يا ست الكل، بس اهلي ناظريني في سوريا. يا عم بلا اهلي بلا زمالك، اقعد بس احنا نروق عليك. مشان الله يا شوقي سيبني لحالي برشا. اصل بص يا ابو اياد، ما انتش متعتع من البلد الا ما تقول لنا طريقه عمل التوميه. والله ما اقدر يا شوقي، هذا سر العائله برشا. يا عم انت محسسني انه سر شويبس، ما تنطق ولا نحط لك الورقيات في رغيف سوري ونقطعه للبط. خلاص يا شوقي والله بكتب لك اياها، بس فكوني برشا. الله هتقطع بينا يا ابو اياد، كنت عامل حس للحاره. بس يا شوقي بقى انا دمعته قريبه، انا هروح لمين بعد كده واقول له هات لي ب2 جنيه توميه؟ خلاص يا سندس بقى، هي دي سنه الحياه، نبعد ونروح ونمشي في مليون اتجاه. ما تغير رايك يا ابو اياد برشا وحيد ابوه. بصراحه يا جدعان كلامكم اثر فيا برشا، وعشان الحب اللي شفته منكم دوت انا اقول لكم الصراحه، انا مش من سوريا ومش اسمي ابو اياد، انا اسمي عبد ربه، مش شرقيه، مركز كفر صقر. كنت انا اروح افتح في دمياط الجديده واسيبكم، بس بعد الحب اللي شفته منكم دوت لا يمكن اسيبكم ابدا واروح حته تانيه. الله لك ايه يعني انت مش شرقيه، مش من سوريا؟ يعني احنا كنا بناكل توميه شرقاوي وانا عمال اقول كل الوجبات صدور الله ده مفيش عنده وراك. خلاص يا حبايب قلبي ما تخافوش، مش هسيبكم تاني. لا ما انت طلعت شرقاوي بقى، سيبنا طريق السلام انت يا ابو اياد.